إذا وصلت لليوم الثامن، يعني احنا خلاص على بعد خطوات من أعظم يوم في السنة، يوم عرفة. السؤال هنا بقى، هل قلبك جاهز؟ نيتك اتظبطت ولا لسه؟ كل اللي فات كان إعداد، لكن اللي جاي محتاج قلب صاحي، نية خالصة. النهاردة اسمه يوم التروية، عارف ليه؟ علشان الحجاج بيبدأوا يتهيأوا ويرتووا بالماء، بس احنا كمان لازم نرتوي بالإيمان، نرتوي بالتوبة، نرتوي بالدعاء. النهاردة جهز قلبك، رتب نيتك، افتح صفحة جديدة قبل ما يوم عرفة يجي علينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يعني النهاردة زي اللي بيرتب شنطته بالظبط قبل السفر، فجهز قلبك واكتب على الورقة: أنا داخل على أعظم يوم في حياتي وهبدأ من النهاردة. اعمل جدول صغير لليومين الجايين دول، امتى هتصوم، امتى هتدعي، هتفضي نفسك لإيه. النية لوحدها بتفتح لك أبواب عظيمة عند ربنا عز وجل. كل لحظة من النهاردة هي استثمار في بكرة، وما تنساش اللي بيحضر قلبه صح ربنا بيفتح له فتوح ما كانش يتخيله. شاركنا في التعليقات ايه اكتر دعاء نفسك تدعيه في يوم عرفة، واكتب جاهز لو قلبك فعلا مستعد. واشترك في القناة واعمل لي متابعة وفعل الجرس، لأن بكرة يوم عرفة وإحنا مع بعض لآخر لحظة.